انت لما كتمشي كتقول كتشري الحوت ب3 دراهم، انا هذه القضيه هذه بغيت نفهمها، لان انا درت تحريات وسولت وعيطت وقلبت، عيطت في الداخله، عيطت في الجرف، عيطت في الدار البيضاء، عيطت في المراسي، عيطت في قنيطره، سولت الدراري. اولا انا اللي وصلني هو ان السعر ديال الحوت غير محدد بواحد الثمن معين، انما سعر الحوت اللي كيتباع، اللي كنتكلموا على الحوت اللي بالشكامه ديالو، اللي كنتكلموا على اسي وكنتكلموا على الدار البيضاء، ما تتكلموش دابا على حوت الصحراء. هذاك الحوت كيتباع على حساب الدلاله، يعني الحوت ملي كيجي كيدخل سوق الدلاله، كيجي الطبيب تيراقبو، كتبدا الدلاله باش ما ظهر عليك باش تشريه. واش انت كتشري من الدلاله؟ الله اعلم. الا كتشري من الدلاله ما كيتشراش بالكيلو، اللي كيتشرى بالدلاله كيتشرى بالشباكي، يعني بالصنادق، الحوت تيتحط في الشباكي، شبكه تيكون فيها 24 كيلو 18 كيلو على حسب واش نشوبه ولا سردين، وكتدخل على السلعه. الا كنت انت كتشري داك الحوت 3 دراهم خصك تقول لنا شنو هو المصدر ديالو، لا راه صور، لا خلي دابا من التصوير، حنا كنهضروا دابا في الواقع المعاش. راه ما يمكنش انت مشيتي شريتي مع واحد مباشره، انت وياه مشيتي شريتو من بلاصه وحده في الدار البيضاء، هو تقامت عليه الشبكه ب 700 درهم، وانت الا تقامت عليك 700 درهم انت كتبيعها ب 5 دراهم، هو خصو يبيعها ب 15 درهم باش يلاه يخرج بواحد 140 درهم 150 درهم في الشبكه، ما يمكنش. ولما كتامنوا مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام الدال على الخير كفاعله، لما انت تطيح لهاد العوينه، علاش ما طاحوش عليها الناس ديال مراكش كاملين؟ ما عارفينش انت طحتي على شي عوينه كتاكل منها، علاش انت ما ديرش دور الجمال وانت عارفهم عليك ضغط وغيحاربوك، وتجي السلعه بداك الثمن رخيص وتبيعها لخوتك الجماله في مراكش؟ لا راه فيما تخطاتي يدي تحطوا 10. علاش انت ما درتيش هذا العمل هذا؟ علاش توقفتي دابا؟ علاش توقفتي؟ كان افضل لك انك تبيع هادشي جمله، هي كتربح هي درهم 2 دراهم، بغيتي تعاون المواطن ماشي مشكل، غتعاون المواطن انك انت غتبيع بنفس الثمن. لما غتبيع اليوم هو غتخلي ليه 2 شبيكات وتاخذ 1000 شبكه وتفرقها على الدراري د مراكش ويبيعوا حتى هما بنفس الثمن. ولكن الان حنا شفنا بان الموضوع اصبح فيه ضرر، فانا غنجيب مثلا سميتو، غنجيب 2 شبكات لقيتهم رخاص، نجيب 100 شبكه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فنجيب